السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بما اننا في شم النسيم حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وتعالوا مع بعض نشوف احنا عملنا ايه. بصوا بقى معايا هنا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، معايا حوالي 6 رنجايات كده، يعني في حدود 2 كيلو او ممكن تعملي اكتر او اقل على حسب افراد الاسره اللي عندك. جربي الطريقه بتاعت الرنجه دي وهتعتمديها، صدقيني ان انا من ساعه ما جربتها وانا بقيت اعملها كده على طول. أول حاجة كده ما شاء الله أنا كان معايا 6 وحدات من الرنجة، شِلت منّهم 2 عشان هاقول لكم دلوقتي أنا هاعمل بيهم إيه، إنّما بقى ال4 اللي هم معايا في الصينية دول فتحت بطنهم كده عشان هادخّلهم تحت الشواية بتاعة الفرن، و وبرضه عشان أقول لكم أنا هاعمل بيهم إيه دلوقتي. أمّا بقى عن الاتنين اللي أنا كنت لسه شايلاهم اللي أنا كنت لسه باقول لكم عليهم، تعالوا بقى مع بعض نشوف أنا هاعمل بيهم إيه، وهاعملهم إزاي أساسًا، لإن أنا الطريقة دي بصراحة يعني باعملها بقى لي زمن على يعني هذا الوضع، بس أول سَنة إن أنا يعني أشارككم الطريقة دي. هاقول لكم بقى على طريقة جديدة عشان تبقي شاطرة فيها زي بتوع الفسخانية كده، وإزاي تخلي الرنجة معاكِ أو فسيخ أو أي حاجة، بس أنا هنا هاعمل رنجة بس بصراحة، فتعالوا مع بعض نشوف عاملينها إزاي. بُصّي بقى معايا هنا كده واحدة الرنجة، هابتدي إن أنا أشيل الراس كده بتاعتها وهاشيل الديل، بعد كده هابتدي إن أنا أفتح يعني الضهر بتاعها من فوق، مش من عند البطن، لأ هافتح كده من عند الضهر من فوق، يعني هاشقها كده من أول فوق خالص لحد الديل، زي ما أنتم ما شُفتوا كده. خلاص كده بعد لمّا شقيت الضهر هابتدي بقى إن أنا أفتحها كده زي الكتاب، زي يعني هافتحها كده زي الكتاب عادي خالص، تمام؟ أهي هنا كده شِلت الراس وشِلت الديل، هابتدي برضه إن أنا أشقها كده زي ما أنتم ما شايفين أهو. بصوا استنوا، أنا كده خلاص أهي فتحتها من الضهر، هابتدي بقى إن أنا أفتحها كده زي الكتاب خالص. وبعد لمّا فتحتها كده هابتدي بقى إن أنا أسلِّك الشوكة كده وهيقابلني أحلى بطروخ ده هاشيله كده هانضّفه طبعًا، لو في أي حاجة كده هانضّفها كويس واشيلها والكلام ده، تمام. بصوا ما شاء الله عن الترميلة بقى اللي أنا باقول لكم عليها. بعد كده بقى هابتدي إن أنا أسلِّك الشوكة أهي خلاص، هابتدي بقى خلاص كده أنا هنا باسحب السلسلة أهي أو الشوكة، تمام. بصوا اتشالت معايا على طول في ثانية بتبقى متشالة، وخلاص بقى هيقابلني الحتة اللي هي زي السبعة دي اللي أنا قلت لكم عليها من البداية، عشان كده أنا دايما بحب أفتح الرنجة بالطريقة دي. هقص بقى الحتة اللي هي عاملة زي السبعة دي خلاص هنا كده اللي هي حتة اللي هي الحتة بتاعة البطن، بصوا بقى وهاجي بقى من عند الراس كده بتاعة الرنجاية، هبتدي إن أنا أشيل الجلد عن اللحم، يعني هفصل كده الجلد عن اللحم. وبُصّي الطريقة دي أضمن طريقة ما تطلّعش معاكِ أي لحمة يعني في الجلد بتاعة الرنجة، وهتوفّر معاكم كتير أوي على فكرة. الطريقة دي أنا معتمداها بقى لي أكتر من كام سَنة. بصوا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وهنا كده بعد لمّا خلّيت الرنجتين اللي عندي زي ما أنتم ما شُفتوا كده، هابتدي بقى إن أنا يعني أقسمها بالطول كده، وبعد كده هاقسمها يعني مكعبات صغيّرة كده يعني على حسب اللقمة، يعني هاقطّعها كده على قد اللقمة، تمام. بصوا ما شاء الله الكمية. وعلى فكرة هتعملي معاكِ شوية سلطة رِنجة ما لهمش حل، وما شاء الله هتقطع معاكِ كمية حلوة جدًا، جدًا، وهتشوفي معايا دلوقتي. وطبعًا بقى لو قابلتنا أي شوكة كده هنشيلها وإحنا شغالين، عشان طبعًا بيبقى الرِنجة كلّها شوك. بصوا أنا لسه باقول لكم إيه، أهي قابلتني شوكة هنا وأنا يعني باقطّع الرِنجة، قُمت شايلاها كده وكمّلت عادي. هي بتبقى الرِنج أساسًا كلّها شوك. هنا ما شاء الله بعد لمّا قطّعت كمية الرنجة اللي عندي ما شاء الله كمية حلوة جدًا، ونيجي بقى هنا للي أنا كنت مدخلاها تحت الشواية. بُصّوا بقى، بُصّوا المَيّة اللي نزّلتها قد إيه، كل المَيّة دي كانت بتنزل على يعني البوتاجاز وبتبهدل لنا الدنيا، ومهما نغسل البوتاجاز برضه بتلاقي لسه في ريحة زفارة ثانية كده يعني بتخلّي كل حاجة ريحتها زفرة بصراحة، فاهمين؟ وطبعًا ما شاء الله بُصّوا بقى كمية ما شاء الله. وهنا ده بقى النوع التاني بتاع الرنجة، هاخلي بقى كل الكمية دي من يعني إحنا عندنا نُصّين، نُص بيحب الرنجة كده يعني سَلطة زي ما إحنا أمّا بنعمل كده، والنُص التاني بيحبها معمولة في الفرن ومخلية، فطبعًا هنشوف مع بعض كل الكلام ده. معانا بقى أي بولة كده هابتدي إن أنا أنزل فيها بشوية طحينة حلوين كده، يعني حوالي نُص كوباية على حسب ما أنتِ عايزة، بس أنا هنا يعني حوالي نُص كوباية
الطحينة ونزلت عليهم ب شوية خل حلوين كبار كده. تمام، بعد كده هانزل هنا بليمونة كاملة معصورة، وطبعًا كانت الرِنجة عندي دلعة شويتين 3 فضبّطت الملح بتاعي يعني حطيت رشة ملح كده. وبعد كده بقى بُصّوا هنا بقى ن نزلت أهو بالملح تمام، هابتدي بقى إن أنا أقلِّب كده واحدة، واحدة لحد ما هاقول لكم القوام بالضبط اللي أنا عايزاه بتاع الطحينة. نزلت بشوية مَيّة برضه، ابتدي إن أنا أقلِّب لحد ما القوام يبقى مضبوط معايا. هو ده بقى القوام اللي إحنا عايزينه، بُصّوا أنا زوّدت هنا نقطة مَيّة تاني، أنا عايزة القوام ده بالضبط، مش عايزة حاجة تاني، بُصّوا، شايفين بقى القوام ده ما شاء الله، ولا هو اللي تقيل أوي، أوي، ولا هو اللي خفيف أوي، أوي، أنا عايزة القوام ده بالضبط، تمام، بُصّوا بقى هابتدي إن أنا أنزل معايا هنا معلقة هريسة شطة والهريسة هنا بتودّي الطعم يا بنات في حتّة تانية خالص. ومعايا هنا بقى رشة بقدونس، وطبعًا الرشة دي اختياري، وبصل بقى جوليان كده أو متقطّع حلقان على حسب ما أنتم عايزينه، تمام، وبعد كده بقى معايا هنا برضه قرنين فلفل حلوين كده حاميين أو باردين على حسب ما أنتم عايزين، بس أنا إحنا هنا بنحب الحاجة حامية شوية، ف ح حطيت قرنين فلفل حامين كده، وبعد كده الرنجة اللي إحنا قطّعناها مع بعض، اللي إحنا خليناها سوا. هابتدي بقى إن أنا أقلِّب كده لحد لمّا القوام كلّه يعني القوام كلّه يتجانس مع بعض، ويبقى كلّه داخل في قلب بعضه كده، وأنا مش عايزة حاجة تاني، هو ده القوام اللي أنا عايزاه. وعن الطعم بقى يا جماعة، عن الجمال أتحدث قليلًا بجد، بجد عن الجمال أتحدث قليلًا، كده كتير. جرّبوها، ولو جرّبتوا الطريقة دي اكتبوا لي في الكومنتات. وهنا بقى بعد ما خلّصتها أهي، هابتدي إن أنا على طول أنزل في طبق التقديم بتاعي، بُصّوا بقى ما شاء الله. القوام بقى والجمال والرقة، بس هنا بقى كانت الكاميرا فصلت مني وأنا بازينها. بصوا، وهنا بقى أنا قربت الكاميرا شوية عشان تشوفوا التفاصيل وتشوفوا الجمال أكتر وأكتر. رشيت كده رشة شطة بسيطة على الوش. بعد كده بقى نيجي للنوع التاني من الرنجة، دي الرنجة اللي كانت في الفرن تمام، أخدت كده منها معلقتين أو يعني التلت كده تقريبا، أخدت شوية منها وهو في طبق، هنزل بقى بشوية طحينة حلوين كده عليها تمام، ده برضه نوع تاني من يعني الرنجة برضه بنحب نعمله كده، برضه بيبقى جميل، تمام، ومعايا هنا شوية خل، ومعايا عصير ليمونة، ومعايا بقى هنا بعد ما عصرت الليمون أهو خلاص، تمام، معايا هنا رشة يعني حبة زيت صغيرين كده عشان تخلّيها تضطر بسيط كده وأعرف أقلبها، تمام، ومعايا بقى برضه قطّعت عليها قرنين فلفل حامين. وهنا كده بعد ما قطّعت الفلفل هابتدي بقى إن أنا أقلّب كل الكلام ده مع بعض لحد يعني هاهرس الرنجة بالشوكة كده شوية، بُصّوا عشان تبقى يعني حلوة كده معايا تمام، بُصّوا بقى هنا، وهو ده تاني نوع معانا من الرنجة اللي إحنا يعني باعمله برضه بقى لي شوية، تمام، أهو بُصّوا ما شاء الله الجمال، وده كده النوع التاني معايا من الرنجة، وبرضه ضبّطت الملح بتاعي عشان زي ما أنا قُلت لكم الرنجة كانت دلعة معايا أوي يعني، فكنت بس يعني باضبّط الملح بتاعي. وده برضه النوع التاني أهو معايا من الرنجة. هانزل بقى بشوية زيت كده برضه على الوش والمرحلة دي اختياري، بس الزيت هنا بيدّيها طعم تالت خالص. ونيجي بقى للبطارخ اللي إحنا عملناها في الفرن كده واللي إحنا خليناها من الرنجة التانية. بُصّوا بقى، هابتدي بقى إن أنا كده على طول أنزل بشوية ليمون حلوين كده وشوية زيت برضه، وشوية الزيت هنا دول لازم هم دول اللي بيضبطوا أي حاجة يعني في الرنجة بصراحة، تمام؟ كده خلاص برضه أهو، ومعايا برضه شوية زيت على الرنجة اللي هي معمولة بفلفل بس. ودي بقى الرنجة اللي هي كانت تحت الشواية بس، وطبعًا لو قابلتنا برضه أي شوكة كده يعني وإحنا شغالين هاشيلها برضه، تمام، دي بقى الرنجة عصرت عليها ما شاء الله حوالي ليمونتين أو 3 مش متذكرة بالضبط بصراحة،
ماشي، وهادّيها تقليبة بسيطة كده أو ما تقلّبيش أنتِ حُرّة، بس أنا يعني باعصُر بس الليمون و بُصّوا أنا هنا ما قلّبتش، أنا دمجت بس كده الليمون مع الرِنجة، بعد كده هانزل بقى في طبق نضيف كده وبس كده، هي دي الرِنجة بتاعتي اللي إحنا برضه يعني باحب برضه أعملها، وأي نوع خُضرة كده عندِك، وبرضه شوية الزيت دي أساسي، رشة الزيت دي أساسي. وهنا بقى بعد ما شاء الله ما خلّصنا الأكل كُلّه، شايفين ما شاء الله الجمال؟ اكتبوا لي بقى في الكومنتات إيه رأيكم بأمانة. ولحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص، ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله.